لكم مباراة الإياب أمام فريق شبيبة الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء حابين نشكركم على حسن الضيافة والاستقبال، وهذا مو شيء غريب على الشعب الجزائري، وخاصة فريق شبيبة الثورة وأيضا مدينة وهران. بخصوص التحضيرات أول ما خلصنا المباراة، اليوم الثاني كان عندنا مباراة في كأس الاتحاد الكويتي، والحمد لله شاركنا فيه باللاعبين اللي ما شاركوا في المباراة عشان نجهزهم بشكل أكبر. كان عندنا إجازة يوم وبدينا التدريبات أمس. بدينا تدريباتنا وطلعنا من رحلة متعبة شوي، ولكن الحمد لله الجهاز الطبي عندنا متمكن يمتاز بالحنكة وإدارة هذه الأمور، والحمد لله اليوم اللاعبين في أكمل جاهزية. واليوم إن شاء الله راح يكون تمريننا نركز على بعض الأمور التكتيكية علشان نحضرها للمباراة. ربما نتيجة مباراة الذهاب فوز تاعكم 1-0 راح تشجعكم تحطوا كل ما عندكم للتأهل للدور القادم من كأس العالم. هو أكيد نادي هذا مو بشيء غريب على نادي الكويت الكويتي، بدعم الرئيس الفخري السيد مرزوق الغانم ورئيس النادي السيد خالد الغانم. دائما احنا في المشاركات المحلية الخارجية نحاول نظهر بأفضل صورة ممكنة، خاصة ان احنا نشرف الكرة الكويتية، وهذا مو شيء غريب على نادي الكويت. المباراة الأولى يعني كانت في نعتبرها الشوط الأول انتهت بنتيجة إيجابية، كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كنا نقدر نطلع بنتيجة أفضل، ضعنا بعض الفرص، ولكن الحمد لله احنا نعتبر نتيجة إيجابية راح تساعدنا بدخول هذه المباراة بنفس أفضل، بشكل أفضل. تم تحضيراتكم فيصل المباراة المقبلة أمام شبيبة الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحضيراتنا يمكن مثل تحضيرات أي مباراة سابقة. مباراة الذهاب انتهت 1-0. مباراة الإياب دائما تكون مباراة صعبة، يمكن الفريقين يعرفوا بعض، يعرفوا نقاط الضعف نقاط القوة، لكن نتأمل أن نطلع في نتيجة إيجابية إن شاء الله. نتيجة مباراة الذهاب راح تحفزكم؟ طبيعي تحفزنا، هي السلاح ذو حدين، أنت تدش متراخية أو تدش أنك أنت تحافظ على نتيجة. هذا نتيجة صعبة، لكن ندش المباراة إن شاء الله نكون نتيجة 0-0، يعني ما راح ننظر لمباراة الذهاب، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية. كيف وجدتم ظروف الإقامة والاستقبال والتحضير هنا في ملعب الميلودي الهدفي؟ الله يعطيكم العافية، يمكن الاستقبال كان ممتاز ورائع يعني، وهذا مو غريب على الشعب الجزائري، وحاب أن نشكرهم يعطيكم العافية على الاستقبال، وإن شاء الله نطلع حبيين في المباراة إن شاء الله. شكرا. فيصل زايد الحربي. شكرا لكم. مباراة المقبلة أمام شبيبة الثورة. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكرك الأول على الاستضافة الجميلة دي، وطبعا مباراة مهمة مع فريق محترم. لعبنا في الماتش الأول كان فريق محترم جدا بنحترمهم، بس إن شاء الله نلعب لعبنا هنا، وإن شاء الله مباراة مهمة وناخدها بإذن الله. إن شاء الله نتيجة مباراة الذهاب راح تحفزكم؟ أكيد طبعا، الحمد لله فوز كويس للمباراة التانية، بس برضه زي ما بقول لك المباراة لسه التأهل ما انتهاش، بتلعب فرقة محترمة على ملعبها، بس إن شاء الله نلعب لعبنا وبإذن الله نصعد إن شاء الله. هدفكم ذهاب بعيدا في البطولة العربية؟ أكيد طبعا، أنت عارف دايما نادي الكويت نادي بيلعب على البطولات ومعاه رصيد من البطولات كبير، وأكيد كل بطولة بيدخلها بيسعى إن هو ياخدها يعني. الوقت كافي للاسترجاع وتحضير جيدا لهذه المقابلة المصيرية؟ أكيد طبعا، واخدين وقتنا ومحضرين كويس بإذن الله، وإن شاء الله نظهر بأحسن صدور. إن شاء الله. أرضية الميدان هذه المنشأة؟ لا جميلة جدا الملعب، بصراحة كنا متوقعينه كويس، بس فاجئنا إنه هو أحسن من المتوقع كمان، وإن شاء الله الملعب اللي نلعب عليه يكون أفضل بإذن الله. عمور اسمك كامل؟ عمرو عبد الفتاح. عمور عبد الفتاح.